الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. قبل ما نبداو في لا فيديو نتاعنا نتاع نهار اليوم، حبيت منكم ديروا لي جيم على لا فيديو، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس هكذا باش يوصلكم كامل الجديد، وهكذا باش تحفزوني باش نستمر. كيما راكم تشوفوا كيما راكم تسمعوا فيا، سمعيني مليح مليح يا العزيزه الغاليه. نمد لك معلومه نفسيه رايحه تغير لك حياتك 100%. كي نقول لك رايحه تغير لك حياتك يعني رايحه تغيرها 100% الى طبقتي واش راني نقول. اول حاجه شتي نهار ديسيدي ترفعي معاييرك واستحقاقك الذاتي في كل المجالات، سواء العمل ولا الزواج ولا العلاقات، رايحه تشوفي كيفاش تطلعي النيفو تاعك الفوق وفوق هذا رايحه تدي واش تسالي ولا يخرج عليك. خاطر وقت تطبقي قانون الاستحقاق الذاتي في حياتك وتشوفي الفوق وما تهبطيش من معاييرك ولا تنقصي منهم، حتى راسك معايا وتبعيني ولا تنقصي منهم، وما تكونيش من الجور اللي يرضى باللي جار حتى ولو كان اقل من واش يستاهل، وتقولي معليش المهم هذا ولا ما كانش، رايح تسدي فعلا واش تستاهلي. وحاجه اخرى، كاين فرق بين الغرور وبين تستاهلي الافضل، وراح تديه فعلا. اقنعي برك بهذه الفكره نفسيا، وراح تشوفي كيفاش عقلك الباطني يولي يجذب لك كل الصوالح الشابه والايجابيه. من الجهه الاخرى لازم انتي تاني تكوني تستاهلي، لازم تكوني انسانه معاييرها الذاتيه عاليه وتخدم على راحه بهاك تكون افضل ديما. نعطيكم امثله للبنات اللي مازالهم ما فهموش الاستحقاق الذاتي في الكوتي تاع الزواج. مثلا انتي كاريه ومتقفه، نيفو نتاعك عالي، شابه، تخيري انسان على اساس الحب ويكون هو ناقص بزاف عليك في بزاف حوايج، انسان مش مربي وتافه، عقليته منحصره في عفايس تافهين وبعيد عليك. هنا راكي تنقصي في استحقاقك الذاتي ورايحه تريبي مع هذاك الانسان. على العكس، كنت دي انسان مساوي لك، مانيش نقول فيه كلاش، المهم تساوي في حوايج، ما يكون متساوي معاك ولا افضل، والافضل منك بشويه في القرايه، في التربيه ولا الشكل الخارجي، يكون متساوي معاك في هاد الحوايج، سيرتو التربيه ولا الشكل الخارجي ولا طريقة التعامل، رايحة ترفعي هنا استحقاقك الذاتي. مثلا في الخدمة، انتي تستاهلي تكوني مديرة وامكانياتك عالية، ما ترضيش تكوني عاملة بسيطة. هنا راكي تحوسي على استحقاقك الذاتي وتزيدي فيه، كيما نقولوا انا نستاهل القمر ندي القمر ماشي النجوم. هذه هي. وحاجة باينة، لازم الإنسان يسعى دائما للأفضل وما يرضاش بأقل ما يستحق، لأنه لنفسك عليك حق. في الأول ما تفهمهاش، لكن مع مرور الوقت ستتضح الأمور، والوسط اللي نعيشو فيه يلعب دور كبير 100%. لازم الإنسان يحيط نفسه بأشخاص من المستوى نتاعو الثقافي ولا العلمي، وما ترضاش تتكلم وتتعامل مع أشخاص أقل من مستوى، لأنهم راح يجروك لمستواهم، وهذا عن تجربة. لأنه حتى نوعية الكلام والحوار تختلف مع أشخاص بمستوى ثقافي وعلمي وأشخاص دون مستوى، لأنهم راح يهبطوك للمستوى دون مستواك، ومواضيع ليس لها أهمية وما تزيد لك حتى حاجة في حياتك. ليس انتقاص الأشخاص، لكن هذه هي الحقيقة وكامل نعرفوها. وهذه هي الاستحقاق الذاتي، هو التوافق، تدي الشي اللي يناسبك وما ترضاش بأقل ما تستاهلي. هذا هو الصح، خاصة أنه لازم تذكري نفسك باللي استغنيتي على شخصيتك القديمة المكتئبة باش تبني في بلاصتها شخصية قوية تنفعك انتي وتخليك راضية على راحك. دمتم في أمان الله، وانتظروني في فيديو إن شاء الله.